إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وتعاونوا على البر والتقوى، واعلموا أن التعاون بين الناس أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، وهو فطرة وجبلة فطر الله عليها الخلق صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم وأغنياءهم وفقراءهم، فلا يمكن لأحد الاستغناء عن الآخر. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحث على التعاون على الخير وأنواع البر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيأمر الله عباده بالتعاون على البر وعلى أنواع الخيرات والأعمال الصالحات، وينهاهم عن المنكرات بالتعاون على الإثم والمحارم وانتهاكها. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم فوائد التعاون على البر والتقوى أنه يؤدي إلى العمل المؤسسي الذي له الأهمية البالغة، فهو ينقل العمل من الفردية إلى الجماعية، ومن العفوية إلى التخطيط، ومن الغموض إلى الوضوح، ومن محدودية الموارد إلى تعديدية الموارد، ومن التأثير المحدد إلى التأثير الواسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال ابن بطال رحمه الله: كل التعاون بين المسلمين يؤمن من الإيذاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن التعاون والتعاضد والتضامن يأتي بأضعاف مضاعفة من النتائج الحسنة والثمار الطيبة في كل عمل من الأعمال المفيدة. وإلى هذا أشار ابن الخلدون فقال: قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك. والحاجة إلى التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. إن التعاون على البر والتقوى والمشاركة في الخير فيه فوائد متعددة، وكل إنسان يريد أن يربي نفسه وأن يرتقي بنفسه لا بد أن يوصل في نفسه
هذا المعنى وأن يحملها على هذا المبدأ الإسلامي الأصيل. قال ابن القيم في كتاب الروع: فإن التأيد من الإيمان وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عملهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والفقر. اللهم لا تفرقنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لم تبور. اللهم من أراد بلادنا ومن أراد مساجدنا ومدارسنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم ونور لهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Haraka rusi kayo sidura